واش بصح الكوميديا المراكشي هو نجم الشاشه المغربيه عبد الله فركوس تزوج في السر بشابه صغيره في عمر بنته، وكيفاش هذا الخبر في ظرف ساعات قليله نوض قيامنا في مواقع التواصل الاجتماعي وقسم للمغاربه لجوج الفروق. كاين اللي يبارك وكاين اللي ينتقد وكاين اللي يعتبرها ازمه اخلاقيه، ولكن وسط هذه الضجه كامله واش سالنا ريوسنا واش هذا الخبر اصلا صحيح ولا حنا ولينا ضحايا ديال واحد الاله اعلاميه كتصنع البث على دار الحياه الشخصيه ديال المشاهير. خليكم معايا في هذا الفيديو حيت ما غاديش نعطيكم غير الخبر بل غادي نفككوا هذه الطائره اللي انتشرت مؤخرا. بقاو معنا حتى الاخر، كاينين تفاصيل مهمه بزاف. ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا الجرس باش توصلوا لي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في حلقه جديده وفيديو جديد على قناتكم اخبار وان. في الايام القليله اللي فاتت لاحظ الجميع ان صفحات الانستغرام والفيسبوك كتروج لخبر زواج عبد الله فركوس. العناوين كانت صادمه: فركوس يتزوج بشابه تصغر بعقد، زواج سري يغز الوسط الفني. هذه الصفحات استغلت الشعبيه الكبيره اللي كيحظى بها هذا الفنان باش تجر اكبر عدد ديال المشاهدات. الجمهور المغربي اللي كيبغي فركوس وكيتابع اعماله تفاعل بشكل عفوي. التعليقات انقسمت بشكل غريب، فئه بدات كتنتقد وكتقول بلي هادشي غير مقبول، وفئه اخرى كتدافع وكتقول بلي زواج حلال ومساله شخصيه ما خصهاش تدخلوا فيها. لكن الخطير في هادشي كامل هو كيفاش هاد المعلومه اللي بدون مصدر قدرت تخلق هذا النقاش المجتمعي الطويل العريض. انا في اخبار وان ما كنبنيوش على القيل والقال، ولكن كنمشيو نقلبوا على المصدر. بعد البحث لقينا بان هذه القصه كامله لا اساس لها من الصحه، هي مجرد اشاعه وبمعنى اصح تضليل متعمد. الصوره اللي تسربات وداروا بها هذه الضجه هي في الحقيقه لقطات من كواليس عمل سينمائي جديد كيشارك فيه عبد الله فركوس، هو فيلم الخطابه اللي بدا العرض ديالو في القاعه السينمائيه مع بدايات عام 2026. المثير للسخريه هو ان الفيلم براسو كيناقش قضايا الزواج والصراعات اللي كتوقع. بعض الصفحات خدات صوره من المشهد التمثيلي وحطتها في سياق واقعي باش تطلع المشاهدات. فركوس من ديما معروف انه خط احمر فاش كيتعلق الامر بعائلته، وسبق لي في 2024 كتب اشاعات اخرى ديال بنت ادعت انها بنته. السيد كيبغي يخلي حياته الشخصيه بعيده عن الكاميرات. هذه الظاهره ولات كتعاود بزاف. هذه القصه كتفتح لنا الباب لنقاش جوج قضايا مهمه جدا في المجتمع المغربي اليوم. القضيه الاولى صناعه الوهم وتدمير الخصوصيه. هذه الصفحات اللي كتنشر هذه الاخبار ما كيهمهاش واش فركوس تجوز او طلق. هذا النوع ديال الصحافه الصفراء كيستغل فضول الانسان. المشكل هو ان هذه الاشاعات يقدر يكون عندها تاثير نفسي مدمر على عائلات الفنانين. واش ولينا مستعدين نضحيو باستقرار عائلات مغربيه غير باش نجيبوا اللايكات والتعاليق؟ هذا الشيء كيطرح علامه استفهام كبيره على الاخلاقيات ديال النشر في السوشيال ميديا. والقضيه الثانيه عقده فقر السن في المجتمع. خلينا نفترضوا كاع باللي الزواج كان خبر صحيح، علاش مجرد فكره زواج رجل كبير بشابه صغيره كتخلق هذا الزلزال المجتمعي؟ قانونيا وشرعيا اذا كان تراضي بين طرفين بالغين فالامر محسوم، لكن مجتمعيا كيبان باللي باقي عندنا احكام مثبته. المجتمع كينصب راسو قاضي جلاد كيحكم على النوايا، كيقول طمعت فيه ولا استغلت صغار سنها. هذا الشيء كيبين باللي حنا باقيين كنتاثروا بالشكل الخارجي ديال العلاقات اكثر من الجوهر ديالها، وبالفضاء الرقمي بلا محكمه شعبيه كلشي كيعطي فيها رايه في حياه الاخرين. في الختام عبد الله فركوس كيبقى قامه فنيه كبيره كيمتعنا وكيدخل في فرحه ديورنا، وهذا الشيء اللي خصنا نركزوا عليه. الفن ديالو ماشي حياته الشخصيه اللي كتبقى ملك ليه بوحدو. الدرس اللي خصنا نستافدوا من هذه القصه هو اننا نكونوا مستهلكين اذكياء للمعلومه، ماشي اي حاجه مكتوبه فوق التصويره راه حقيقيه مطلقه. خصنا نفلتريو الاخبار ونحاربوا الصفحات ديال الفتنه بالتجاهل، حيت التجاهل هو اكبر عقاب اليوم. دابا الكلمه لكم نتوما عائله اخبار وان، كيفاش كتشوفوا هذه الدائره ديال نشر اشاعات حول الفنانين؟ واش كتلوموا الصفحات اللي كتنشر ولا كتلوموا الجمهور اللي كيتفاعل معها وكيكبرها؟ خلوني الاراء ديالكم في التعليق اللي تحت، غادي نقراهم كاملين ونجاوبكم. ما تنساوش اللايك الى عجبكم هذا التحليل، وشاركوا مع الاصدقاء والعائله باش نوصل اكبر عدد ديال الناس، والاشتراك باش ديما يوصلكم الجديد. كنتم مع قناتكم اخبار واللي كتجيب الحقيقه وليس الا الحقيقه، وشكرا على المشاهده ونتلاقاو فيديو جديد. مع السلامه.